الاهلي يهنئ الاشقاء في دولة المغرب الشقيقة بعد الفوز بكأس العالم للشباب. احمد عبد القادر تجاهل اتصالات نادي الزمالك، واللاعب قفل سكة انتقاله للزمالك بسبب المشاكل اللي موجودة في النادي حاليا. كمان اللاعب حابب يكمل مع الاهلي ونزل طلباته المادية ل 25 مليون جنيه بدل 35 مليون جنيه بخلاف الاعلانات. وخلال الايام القليلة القادمة من الممكن ان نسمع خبر تجديد احمد عبد القادر مع النادي الاهلي. الحكم يقرر الغاء مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007 لاعتراف بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي. الاشعة تثبت اصابة محمد شريف مهاجم الاهلي بشد في العضلة الضامة وغيابه لمدة تتراوح بين اسبوعين لثلاث اسابيع. جراديشار يقود هجوم الاهلي في الفترة القادمة بعد غياب محمد شريف بسبب الاصابة. ومدرب الاهلي معجب بقدرات حمزة عبد الكريم وياخد فرصة ان شاء الله مع جراديشار. الاهلي يقرر تأجيل عروض التجديد للاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحد ما الانتخابات تخلص اخر الشهر الجاري. ومن وجهة نظري دي الصح عشان ما ينفعش تجدد قبل ما مجلس الادارة الجديد يجي بوجود ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ واحمد حسام عوض، لان اكيد ده مجلس له وجهة نظر. امام عاشور مش هيلحق السوبر المصري ومحاولات كبيره لمحاوله التجهيز افريقيا. الاهلي ينتظر حسم تروب لمقترح تواجد امير عبد الحميد بالجهاز الفني كمساعد لمدرب حراس المرمى. اشرف داري سوف يخضع لاشعه طبيه جديده من اجل الاطمئنان على حالته الصحيه وموعد العوده للتدريبات الجماعيه مره اخرى. كريم فؤاد يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية. الأهلي يرصد ميزانية كبيرة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر في يناير المقبل من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا بتواجد ياسين منصور في النادي. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري غدا في تمام الساعة 5 مساء. ياسين منصور يتعهد بحل أزمة جماهير الأهلي المحبوس. رامي صبري يعلن اعتزاله كرة القدم. يحل مانشستر سيتي ضيفا على فياريال الأسباني مساء اليوم الثلاثاء اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.